والسؤال اللي في راسي ازاي يا مصر عملتيها ازاي؟ شوط اول 1-0 لنيوزيلندا، وشوط تاني 3-1 لمصر، ريمونتادا. ايه اللي عمله العميد في ما بين الشوطين؟ ايه التعويذه، إيه السحر يا حسام يا حسن؟ خليت اللعيبه تنزل تاكل النجيله بروح قتاليه، تخش وتهدف بدل واحد التاني والتالت، عشان مصر الأول مرة في تاريخها تكسب، وتكسب بالنتيجة دي، وتؤهل رسميا للدور التاني. ماتش واحد جبنا فيه 3 أهداف، ضربنا بيه 3 عصافير. عصفور الفوز لأول مرة في تاريخ المونديال لمصر، عصفور 3 أهداف في ماتش واحد، وعصفور التأهل للدور التاني. عملتيها يا مصر ازاي؟ والغريب ان في ناس كتيرة جدا كانت عمالة تشاور رقم 3 وكأنها تشعر وحاسة ان احنا هنفوز بال3 أهداف. ال3 فيديوهات اللي انا عملتهم قبل ما الاجوال تخش لصالح مصر في الماتش، انا مش بتنبئ زي الناس اللي اتنبأت قبل الماتش خالص. يعني كان في فرق توقيت ما بين اللايف اللي على موبايلي واللايف اللي كان على شاشة ال HD. مش سحر ولا شعوذة، بس فرحة الناس. انتوا الاستاد كله كان احمر مبدئيا، يعني الجماهير المصرية في كندا، في امريكا، في المكسيك، في بلاد اللالا لاند هتآزر وهتسند وهتدعم منتخبها، لان المنتخب المصري عامل عظمة. كتيبة حسام حسن بمو صلاح، بمرموش، بتريزيجيه، بعاشور، بالزيكو ولا زيزو، ده اكتشاف. عملتيها مصر ازاي؟ انا عايز اعرف. الماتش الجاي مع ايران يوم الجمعه الجايه، انا شخصيا بدات ادور على التذكره عشان نروح سياتل اتفرج على الماتش دوت. بس خدوا بالكم، ماتش ايران مش معناه ان هو ماتش يعني زي ما بيقولوا كده تحصيل حاصل بيه نقدر ان احنا نقدم الاداء المشرف اللي ناخد 3 نقط تانيين ونؤهل كاول المجموعه، او نتعادل. واعتقد في التعادل برضو ممكن نكون اول المجموعه بفرق الاهداف، لو يعني بلجيكا تعادلت او فازت حتى على نيوزيلندا باهداف اقل، احنا نصعد اول المجموعه. ولكن يهمنا ان تكون مباراتنا مع ايران مباراه حاسمه، علشان تاهلنا لمباراه بقى التصفيات بروح قتاليه لا يمكن ان هي تروح مننا او تموت. روح قتاليه اللعيبه في الشوط الثاني هي كانت العامل الاساسي في الفوز المستحق لمنتخب مصر. تحيه للجماهير المصريه، تحيه للجاليه المصريه في امريكا، في كندا، وفي اي حته في العالم. كأنهم عايشين جوه مصر، واخدين مصر في قلوبهم زي ما احنا واخدين مصر في قلبنا وبنشجع منتخبنا. واتمنى من كل قلبي يا رب ان الماتش جاي مع ايران نكسب، وكمان فرق سكور يعني خيالي. خلاص احنا بدأنا نسجل سطر من ذهب باسم مصر في كأس العالم. وجول مجدي عبد الغني بقى في طي نسيان، اللي كان بيذلنا فيه 30 و40 سنه من يوم ما اتولدت وانا بسمع عن جول مجدي عبد الغني دوت. النهارده اتنسى لان بقى فيه اجوال احلى واكتر واعظم. فان شاء الله المباريات اللي جايه مباريات قتاليه، مباريات حاسمه، ومصر تقدم مش اداء مشرف، تقدم تاريخ تعيش عليه اجيال جايه قدام. كل الدعم للمنتخب المصري، كل دعم للاعيبه منتخب مصر، كل الدعم للعميد حسام حسن، كل الدعم للجماهير المصريه اللي شرفتنا وقدمت صوره متحضره للحضاره المصريه العريقه. Egyptian civilization. والإيجيبشن سيفيلايزيشن يحترم، بس بيحترم كتاريخ فرعوني. النهارده بيحترم كأساطير كوره بتقدم عظمه في كاس العالم 2026. نشوفكم ان شاء الله في ماتش مصر وايران، ونقول لكم ساعتها مبروك والف مبروك، والله وعملوها الرجاله. شكرا لكم.